على طول بنسمع إن السفاحين أو المجرمين أصحاب الجرائم السادية زي القتل المتسلسل والتعذيب والإرهاب بيكونوا دايما رجالة. ودايما برضو بنسمع إن كل حالات الترهيب في السجون سواء النسائية أو الرجالية بتكون من سجانين رجالة، سواء بقى في طرق التعذيب أو حتى طرق قتل. ولو ظهرت أنثى وسط كل ده بتكون بتعمل دورها الطبيعي، اللي هي بتساعدهم بقلبها، بتمرضهم، بتطبطب عليهم. لكن عمرك سمعت إن أنثى اتسببت بطريقة مباشرة بقتل أكتر من 10,000 شخص وتعذيب 60,000 غيرهم؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في حلقتنا. أنا سحر حمدي ودي الحكاية فيها إن إرما جريس هي أخطر وأشرس ست على الإطلاق على مر التاريخ. على الرغم إن شكلها جميل جدا فهي كان لقبها الشيطان الأشقر. كانت بتستمتع بقتل الناس وخصوصا البنات اللي كانوا جمال. كانت مريضة وأكيد ساعدها شغلها في تحقيق رغباتها السادية. اتولدت إرما جريس في مدينة ميكلنبورغ في ألمانيا سنة 1923، وكان والدها فلاح بسيط لحد ما انضم للحزب النازي وقتها. وبعد ما شاف الجرائم اللي كانت بتحصل في الحزب انشق عنه، وعاشت إرما طفولة مضطربة جدا بسبب انتحار والدتها وهي عندها 8 سنين. كانت أخت ل4 أطفال، ومع خروج والدها يوم للشغل اضطرت إرما إنها تسيب الدراسة وتتفرغ لإخواتها. لكن بعد سنين قليلة بدأ إخواتها ال4 يموتوا واحد ورا التاني بسبب مرض خطير. كلهم ماتوا وهي عندها 15 سنة. انضمت وقتها على طول للحزب النازي وبدأت إنها تشتغل تبع الحزب في شغلانات عادية زي تكون كاتبة، بياعة، لحد ما وصلت للشغل اللي كانت بتتمناه وكانت بتحبه جدا، وهي مساعدة تمريض. وكانت شغلتها دي بتساعد الممرض، وكان في خططها إنها تتعلم وتكون ممرضة، وده لأنها بتحب تشوف الدم الصابح وتشمه كمان حسب كلامها في مذكراتها. لكن كل خططها فشلت وحصلت تغيرات في الحزب بسبب الحرب، وتعينت مشرفة على سجن، وده بسبب الاعتقالات الكتيرة اللي كانت في الحزب النازي في الوقت ده. وكانت شغلتها انها تراقب المساجين وتعنفهم لو عملوا شغب مثلا. لكن الغريب انها في السجن قدرت تطلع اعترافات من مئات المساجين وقدرت تدينهم وتعرف منهم اكتر عن المقاومة والثوريين اللي رافضين للحرب. وللسبب ده انتقلت إرما من السجن ده لسجن غيره وأثبتت كفاءة في شغلها لحد ما اتنقلت لمعسكر الموت سنة 45 اللي كان معروف وقتها باسم أوشفيتس. وده كان أكبر وأهم معسكر للمعتقلين في ألمانيا وقت الحرب. معسكر الموت كان وقتها أكتر المعسكرات شغب ومحاولات هروب أو انقلاب على الحراس. وفي مرات كتير جدل اتقتل حراس كتير من المعتقلين لحد ما وصلت إرما لمعسكر اتحول من معسكر صعب السيطرة عليه لأهدى مكان في ألمانيا. رغم ان وقتها كان عندها 22 سنة بس. خدت جريس راحتها في المعسكر ده وتحولت طرق تعذيبها من سرية لعلنية. بقت تجوع الكلاب بالأسبوع وتسيبهم على المعتقلين ياكلوهم وهم حيين، وكل ده قدام عينيها. وكانت بتعذب المعتقلين وتجبرهم على الاعتراف، يعني مثلا تضرب ايديها بعدين كفها بعدين الايد التانية والرجل وهكذا حتى بعد ما يعترفوا كانت بتسيبهم كده في نزيف لغاية ما يموتوا. وكانت كمان بتدفن المعتقلين وهم حيين. وفي مرة شالت عيون طفلة من مكانها، وكانت يوميا بتقتل أكتر من 100 أو 200 سجين ويجي غيرهم وهكذا وهكذا لحد ما أطلقوا عليها الشيطان الأشقر أو ملك الموت. وده بسبب جمالها الكبير اللي ما كانش ظاهر خالص على أفعالها. فضل الحال كده لحد ما دخلوا قوات التحالف ألمانيا. وبعد ما خسرت ألمانيا الحرب بدأت قوات التحالف تفتش على السجون علشان يعرفوا ايه اللي بيتم، لحد ما اكتشفوا اكتر من 50,000 سجين بين الحياة والموت بسبب افعال جريس. اتقبض على جريس واتقدمت للمحاكمة واتعدمت بعد كل جرايمها دي. اتعدمت بعد ما سببت حالة رعب في العالم، وكانت سبب رئيسي في تغيير نظرة الناس للست
وإنها دايما بتكون الضحية. وفي سنة 1990 قدر محقق فيدرالي إنه يكتشف جريمة قتل في كاليفورنيا بسبب قصة جريس، لأنه خد القصة مرجع إن السفاحين مش لازم يكونوا رجالة، وممكن يكونوا ستات، وستات جميلة كمان زي جريس. اوعوا تخافوا، اوعوا تقلقوا مننا، دي الحكاية فيها إن، واشوفكم في الحكاية الجاية.